السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل معاكم صينية بطاطس بالفراخ، مفيش ألذ من كده. هنا بقى حبايبي كنت بقطع البطاطس كده شرايح، يعني كده، يعني احنا بنحبها شرايح، ما بنحبهاش صوابع في صينية البطاطس وكده. هنا بقى كان معايا كمان الفراخ، كنت مجهزاها من قبلها، كنت غسلاها بميه بملح بخل وليمون وكده، ونقعتهم فيهم حبه حلوين، وبعد كده شطفتها تاني، وبعد كده حطيتها في الصينيه زي ما انتم شايفين. حطيت بقى البطاطس على الفراخ، وهقطع بقى معايا بصلايه كبيره، يعني في الحجم اللي انتوا شفتوه كده. عايزين تزودوا بصل عادي زودوا، مفيش مشكله يعني. عايزين تستكفوا يعني ببصلايه واحده عادي، يعني انا كفايه عليا البصلايه ديت قوي، يعني بتخلي صينيه الفراخ حلوه يعني معتدله وكده. هنا بقى خلاص كنت بقطعها مكعبات صغيره كده زي ما انتوا شايفين. طبعا كنت مجهزه الطماطم، يعني كنت ضربها في الخلاط وكنت مجهزاها معايا، بحيث ان هي ايه يعني على حاططها على طول على صينيه الفراخ على طول. هقطع بقى البصله كده زي ما انتوا شايفين، ومعايا كمان قرن فلفل كبير كده كنت غسلاه برضو منضفاه ومجهزاه، ومعايا كمان 5 فصوص توم. انا يعني بحب يعني ان انا احط التوم على صينيه الفراخ وكده. انتي مش حابه ان انت تحطي التوم كده عادي، مش مهم يعني، هي مش اساسي يعني التوم كده. المهم ابتديت بقى ان انا اقطعه حتت صغيره وكده، وابتديت برضو ان انا اقطع الفلفل حتت صغيره كده. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، وبعدين هحط بقى الملح واقلب برضو مع بعضه كده، وهشوف اذا كانت عايزه ملح كفايه ولا لا. بيدوقي يعني الملح يعني لو انت شاكه ان الملح قليل او شاكه ان الملح زياده بيدوقي، يعني عشان ايه الحاجه ما تطلعش معاكي ملحها زياده. هنا بقى حطيت كمان شويه فلفل اسمر وكده، وهحط بقى الايه الطماطم اللي انا كنت ضربها ومجهزاها يعني، حطيتها، وهبتدي بقى ان انا ابهر ايه صينيه الفراخ وكده. كان معايا بقى بهارات فراخ، وشوية بابريكا مدخنة، وشوية فلفل، وشوية ملح تانيين، وخلاص كده. لا بحط لا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، هي يعني هي بنفسها كده، ما بحطش اي حاجة عليها. هحطها بقى في الفرن حبايبي، وهعمل كمان ايه جنبها شوية رز بالشعرية. هبتدي بقى ان انا احمر الشعرية كده، يعني تحمير يعني، حبة صغننين يعني، ان انا احمرها وكده، وبعد كده هضيف بقى عليها ايه الرز يعني. صينية الفراخ بالبطاطس لازم جنبها رز، او لازم جنبها يعني ايه، ما بتتاكلش غير جنبها رز، يا رز ابيض رز بالشعرية او رز معمر اللي انتوا تحبوه يعني. انا قلت بقى ايه بقى لها رز معمر النهاردة، وهعمل جنبها ايه شوية رز بالشعرية كده، تكون الاكل النهارده بحيث ان الاكل يعني يكون سهل يعني ايه وخفيف، ان انا اخلص يعني على طول وكده. هنا بقى خلاص كانت الشعريه اتحمرت معايا، وابتديت بقى ان انا احط ايه الرز على الشعريه، وقلبته بقى مع بعضه حبه حلوين كده، وبعد كده ضفت الملح، وبعد كده ضفت ايه الميه حسب ما انت يعني على حسب الرز اللي عندك، حسب الكميه اللي انت حطيتيها. قلت بقى اما ابص كمان على صينيه الفراخ بالبطاطس وكده، زي ما انتوا شايفين كده كانت خلاص استوت، ودخلتها بقى الفرن. وده بقى يا حبايبي كان الشكل النهائي بتاعها. كانت بسم الله ما شاء الله طعمها حلو قوي، ويعني واظن الشكل باين من عنوانه يعني. وكمان بقى خلصت الرز كده بسم الله ما شاء الله، كان طعمه حلو برضو، وكان مفلفل كده، لا معجن ولا حاجه. يعني الشكل بيدل ان الحاجه معموله بنظافه ومعموله ايه حلو كده. وهنا بقى يا حبايبي خلاص كنت خلصت. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناه، وما تنسوش تتابعوني دايما، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. لو عجبكم اي وصفه من اللي قبل كده قولولي، وانا ان شاء الله ابقى اعيدها يعني معاكم وكده. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.